ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ وحشتوني. معانا فيديو جديد النهارده. فيديو سهل وبسيط، هنعمل فيه حاجات حلوة قوي هتعجبكم. احنا كده معانا دلوقتي بصلتين، هنفرمهم كويس في الكبة، معاهم قرن فلفل. هنفرمهم فرم ناعم خالص. لو ما عندكيش كبة ممكن تبشريهم بالمبشرة عادي خالص. هنجيب بقى التوابل الموجودة عندنا، اي توابل موجودة متوفرة عندك حطيها. التوابل اللي احنا هنقول عليها، يعني لو مش متوفرة وعندك حاجات اقل منها عادي مفيش مشكلة. معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، معلقة بابريكا، لو بابريكا مدخنة هتبقى خطيرة، بتدي نكهة حلوة قوي. معلقة كل ده معلقة صغيرة اللي هي بتاعة الشاي الصغيرة. معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، معلقة شطة، معلقة ملح، معلقة توابل فراخ، كزبرة ناشفة. كل الكلام دوت هنحطه على البصل، وممكن ربع معلقة قرفة برضو بتديها ريحة حلوة قوي. والقرفة معروفة طبعا في الفراخ او في اللحوم المشوية بتبقى حكاية يعني. ومعلقة صلصة، يا اما كيس كاتشب، معلقة كاتشب، اي حاجة الموجود عندك. انا كانش عندي صلصة كان عندي كيس كاتشب، حطيت كيس كاتشب عادي مفيش مشكلة. هي بس للون مش اكتر. لو عايزة تعمليها بصويا صوص برضو ممكن تحطي معلقة صويا صوص ومكعب مرقة. لو مش متوفر عندك ما تحطوش، بس بيديها نكهة حلوة قوي. وخلي بالك من الملح لان انت حاطه مكعب مرقة. ومعانا حبة بقدونس، دي تكاية تخلي طعم الفراخ تحفة. وليمونة، عصرة ليمونة. انتوا عارفين طبعا الليمون ما بيخليش زفارة في الفراخ خالص. والفراخ اصلا احنا عاملين لها منقوع يعني المنقوع بتاعها. احنا نقعين الفراخ، محلول النقع بتاعها احنا حاطينها في مية وملح ومعلقة سكر. السكر بيخلي الفراخ طرية، واللحمة بتبقى لونها ابيض ومبتبقاش زفرة نهائي. ومعصور عليها ليمون. بلاش خل على اي انواع لحوم، بلاش الخل، بيخلي الزفارة تثبت في الفراخ. بلاش لحوم نغسلها بالخل خالص. وهنحط الملح، هنظبط الملح بتاعنا. وهنجيب طبعا فراخ مغسولة حلوة قوي ومتصفية مفيهاش مية خالص، ناشفة. وهنجيب بقى من تحت الجلد ونجيب الفراخ من الوش ومن الظهر، وندعكها كويس جدا بالتتبيلة ديت. ولو انت عايزة تسيبيها مثلا في التلاجة ساعة ساعتين، تتبليها قبلها بيوم، من بالليل مثلا تعمليها تاني يوم، برضو بتبقى حلوة قوي جميلة. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصتها كلها. ومعنا هما معلقتين 2 زيت بالظبط، معلقتين، لان هي هتنزل الدهون اللي فيها. وانا حابة ان انا اعملها تكون مشوية، ما تكونش كلها دهون بقى كده ومش حلوة ما نعرفش ناكلها. تمام. ورشيت معلقتين الزيت على الوش، وجبت صاج، صينية، اي حاجة، وترص فيها الفراخ بتاعتك بطريقة رص على قد الصاج، يعني عكس عكاس كده. تمام. طبعا التوابل اللي فاضله في الصينيه ديت مش هرميها، لا انا هحطها على وش الفراخ بطريقه حلوه. شايفين؟ اكون طبعا مسخنه الفرن من قبلها، لان انا مش هحطها على البوتاجاز تغلي ولا اي حاجه، هحطها على طول في الفرن. فهتكون الفرن عندي سخنه متولعه على درجه حراره 200، لان الفراخ بتحب درجه النار بتبقى عاليه. هغطيها بورق فويل او ورق قصدير، زي ما يكون. ما عندكيش الورق دوت عادي مش مشكلة، غطيها بغطا حلة مفيش مشكلة. صينية فوقيها بنفس المقاس حطيها فوقيها، مش هتفرق اي حاجة.
اي حاجة تكتم بس السخونية بحيث ان هي تستوي على طول. لو عايزة تحطيها في كيس حراري برضو تبقى حلو قوي. حطيها في كيس حراري وحطيها في صينية، واعملي الكيس الحراري خرم من فوق كده بحيث ان يطلع الهواء اللي فيه. واول ما تبتدي تغلي وتلاقي المية اللي فيها نشفت، تفتحي الكيس وتسيبيها بقى تتشوي، هتبقى برضو حلوة قوي. هنقطع معانا البطاطس عادي، تقطيع البطاطس العادية، حلقات عادية خالص. وبرضو البصل نفس الطريقة، هنقطع طرنشات عادية خالص، وهنحاول نفصلهم الطرنشات البصل. هنفصلها بحيث ان تكون مفككة عن بعضها خالص. ومعانا قرن فلفل هنقطعه برضو طرنشات، كل حاجة هنقطعها طرنشات، طرنشات يعني حلقات. تمام. فلفل رومي، فلفل حامي، عايز تحطي فلفل الوان موجود عندك برضو مفيش مشكلة، المتواجد هنقضي بيه. زي ما انتوا شايفين كده فصصنا البصل، الحلقات بتاعته بقت كل حلقة لوحدها. عايز اقطعيه مكعبات برضو مش مشكلة، بس هو بالطريقة دي بيبقى طعمه حلو، والبصل بيبقى مش بيتهري، بيبقى كل بصلاية بوحدتها بتبقى شكلها حلو جدا. ومعانا توم برضو هنقطعه حلقات، كله هنقطعه طرنشات بنفس طريقة البطاطس بالظبط، عشان تدي في الاخر شكل الصينية تبقى حلو قوي. هنديها بقى التطعيمة بتاعتها عشان تبقى النكهة بتاعتها حلوة، تبقى زيها زي الفراخ بالظبط. هنحط كل التوابل اللي احنا حطيناها على الفراخ هنضيفها على البطاطس، اللي هي الملح، الفلفل، البابريكا، البودرة، الثوم، بودرة البصل، الكزبرة، الشطة، الكمون، كل دوت هنحطه على البطاطس. وهنقلبهم كويس جدا بحيث ان احنا نكون مطعمين البطاطس من نفس التتبيلة بتاعة الفراخ. لو انت حابة ان انت تعملي كله في صينية واحدة، ما تعمليش صينيتين، هتعملي نفس الطريقة وهتحطي البطاطس من تحت، هتقلبيهم كويس جدا، هترصي البطاطس من تحت وترش عليها، وهترصي عليها من فوق الفراخ، وتنزلي عليها بمعجون الصلصة او بالطماطم المضروبة في الخلاط. حلو قوي وريحتها جميلة وطعمها حلو قوي وخفيفة. كده طعمنا البطاطس كلها والبصل والفلفل والثوم بنفس التتبيلة اللي احنا عملنا بيها الفراخ. معانا صينية مفيهاش مش مدهونة اي حاجة، وهننزل بالبطاطس اللي احنا تبلناها كلها في الصينية. هنرصها كويس بحيث ان تبقى مرصوصة كلها بشكل منسق وكويسة. معانا طماطميتين هنقطعهم طرنشات، برضو لو مش حابة الخطوة ديت ما تعمليهاش، بس الطماطم لما بتبقى محطوطة مع البطاطس طرنشات وتيجي تطلعيها وتاكلوا منها بألف هنا وشفا يعني، بتبقى طعمها حلو جدا. معانا دولت يعني 3 طماطميات بالظبط، ضربنهم في الكبة كويس جدا. وحطينا بقى حوالي نص كوباية مية، لان مفيش اي حاجة هتنزل مية في البطاطس. وهنحطها على البوتاجاز الاول، مش هنحطها في الفرن،
لانها لازم تتحط الاول على البوتاجاز عشان تستوي. هنحط البطاطس وهنغطيها برضو بورق قصدير او بغطا بوتاجاز، بغطا حلة سوري. وهنحط من على الوش بس معلقة زيت. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي لي اللايك الجميل اللي بيفرحني، والكومنت الحلو بتاعك اللي بيبسطني ويشجعني ان انا انزل لكم دايما فيديوهات. تمام كده، سيبناه بقى على البوتاجاز تستوي. هنا الفراخ بتاعتنا كنا حطيناها في الفرن عقبال ما الفراخ تستوي، والبطاطس كمان هتستوي على البوتاجاز، وهحطها في الفرن بس في الاخر خالص لما تستوي. هنعمل شوية رز حلوين قوي قوي قوي، هيعجبكم جدا. معانا معلقة سمنة بلدي، وهنحط معاها معلقتين زيت. الزيت بيدي فلفلة ولمعان للرز حلو جدا. والسمنة طبعا البلدي انتوا عارفين مفيش استغنى عنها، بتدي طعم حلو قوي قوي للرز. لو انت مش عايز تعمليه بسمنة وعايز تعمليه بزيت بس، برضو مفيش مشكلة، ممكن تعمليه بزيت بس برضو بيبقى حلو ومفلفل. كده احنا حطينا الشعرية وهنقلبها كويس جدا لحد ما لونها هيوصل معانا للون الجلد اللي هو اللون الذهبي. طبعا هنفضل نقلب فيها دايما، مش هنسيبها عشان خاطر ما تتحرقش مننا، وتبقى واحدة لون واحدة لون طول ما احنا بنقلب فيها. زي ما انتوا شايفين كلها هتكون بنفس الدرجة واحدة ولون واحد. والرز مغسول كويس جدا ومتصفي. هنقلبه كويس وهنرش عليه بس رشة ملح. لو طبعا احنا مش هنسويه دلوقتي لان الحاجات لسه ما خلصتش ما استوتش، فعلشان خاطر الرز مش بياخد وقت في التسوية وما يبردش، فهنقلبه ونحمصه شوية عشان احنا هنركنه. ما نسيبهوش كده يكون لسه بالمية بتاعته ونقوم طافيين عليه. هتلاقيه عجن كده ونزل النشا بتاعه وهو بره لسه مستويش. فهنفضل نقلب فيه لحد ما نسيبه يتحمص شوية كده، وبعد كده ندفع عليه ونغطيه ونسيبه لحد لما نيجي نسويه. البطاطس بتاعتنا خلاص هي كده استوت تماما. عملنا بقى شوية سلطة حلوين قوي. والرز زودناه بالمية وحطيت يعني لحد وشه بس كده مية، ووطيت عليه خالص لحد ما استوى. شايفين مفلفل وجميل، والفراخ طلعت معانا محمرة وريحتها جميلة وطرية من جوه ومقرمشة من على الوش. والبطاطس برضو نفس الموضوع، زبدة طرية جدا وفيها صوص نص كوباية المية اللي احنا حطيناهم بقى فيه صوص في البطاطس فيها من تحت. شايفين الفراخ عاملة ازاي مستوية وحلوة جدا، وما بتاخدش وقت خالص على فكرة.